ولي على الدجاج. الدجاج رافع راية البيضة ومستسلم على الأخير. دي يا سلام، هذا هو البرياني الصح. يا هلا ومرحب بكل الغوالي والحبايب. اليوم فاتين فوتتنا على الهند، بدنا نعمل أكلة برياني دجاج، شي على كيفكم. حنبلش أول شي بتتبيلة الدجاج. عندي هون دجاجة كاملة مقطعة منظفة وصالخ جلدها عن اللحمة. حط 3 معالق لبن كبار، ونزل فوق حبة زنجبيل صغيرة مبشورة، وعندي هون 4 فصوص ثوم. وهلا بنجيب معلقة صغيرة ونبلش نبهر. كزبرة، فليفلة، كمون، كاري، فلفل أبيض. وهلا بنخلطهم كتير منيح مع بعض. الأكلات الهندية فيها كتير بهارات مثل مسلسلاتهم. وبعدين بننزل التبلة على الدجاج. هلا بخلطها كتير منيح مع بعض وبغطيها وبنيمها بالبراد اقل شي ساعتين. وهلا بنستغل الوقت وبنبلش بنجهز الحبشكلات. اول شي عندي هون 4 5 بصلات، يعني مقدار نص كيلو تقريبا، بقسمهم هيك جوانح بهالشكل هذا. ومن بعد ما قطعنا البصل بنملحه وبنسحب ميته منيح لاني بدنا نقليه مشان ما يغب زيت. وعندي هون كم عرق نعناع بمسكهم هيك وبقطعهم بهالشكل. ما بدنا اياهم كثير ناعمين هيك، يعني شيء انه. وعندنا نص جوزة كزبرة تقريبا بنقطعها بنفس الشكل هيك. وهون عندي انا 3 حبات بندوره خالطهم. هاي الخطوه فيكم تستغنوا عنها بعلب جاهزه. طبعا دائما البندوره الفريش بتعطينا طعم اطيب واحسن. ما ننسى طبعا الفليفله، يعني اكل هندي ما يكون فيه فليفله مو كلام ابدا. ومن بعد ما نشف عندي البصلات ميته بجيبه وبلش بقليه. ما بنزل كثير على الزيت مشان ما يبرد الزيت. وهيك صار عندي دجاجات جاهزين على المرحله الثانيه. بجيبهم وبنزلهم على طنجره حاميه منيح، وبعيفهم شوي لحتى يتحمروا. بعد ما اخذ لون حلو ظريف بنبلش بننزل حبشكلاتنا عليهم. اول شيء بننزل بقايا الصوص، بسم الله بهالشكل. بعدها بنجيب البصل وبننزل نص كمية البصل قليناها. بعدها بنجيب الكزبرة وبنحط نص الكمية اللي عندنا كمان، ونفس الشيء النعناع. وبعدها بننزل الفلفل اللي قطعناها. وهلا بننزل البندورة اللي عندنا عليهم. بسم الله بهالشكل. حنركن شوي منيح مع بعض وبنغطي وبنعيفهم اقل شيء نص ساعة لحتى الدجاجات يتنهنهوا منيح معنا. حنبلش نشتغل بالرز. عندي هون 3 كاسات رز بسمتي غاسلهم ونقعهم كثير منيح. هدول بدي اسلقهم وسلق. اول شيء لازم يكون عندي مي حاميه منيح، طبعا مي غزيره. نزل عليها حبتين لومي، حبه قرفه، حبتين 3 ورق غار، وكم حبه قرنفل، و5 حبات هيل. وبعدين ننزل عليهم معلقه ملح او حسب الرغبه. واذا بدكم الرزات يطلعوا شي فاخر على الاخر بتنزلوا عليهم معلقه سمنه. وهلا بنجيب الرز وبننزله فرن. بسم الله بهالشكل. وهلا بننتبه من هالمرحله كثير منيح. انا بدي اياهم 3/4 استواء، ما بدي اياهم استواء كامل. بعيفهم 8 دقائق على الضبط وبعدين بسحبه. الدجاج انتهى عندي وصار جاهز للمرحله اللي بعدها. بجيبه بحطه هون بالنص. والرزات استووا 3/4 استواء مثل ما قلت لكم، صاروا جاهزين. يا عين على الرزات هي ما شاء الله. هلا ركزوا كثير معي منيح بهالمرحله هي. بسم الله. هلا بجيب الرزات هيك بصفيهم بهالشكل وببلش بنزلهم شوي شوي على الدجاج. ومن بعد ما طبقنا الرز منيح على الدجاج، عندي هون زعفران منقوع بنزله هيك بهالشكل عشان يعطينا لون البرياني. بعدها بنزل بقايا الكزبره اللي عندي هيك بهالشكل، وبقايا النعناع كمان بننزلهم كلهم بهالشكل. هلا بنزل عليهم البصل. وهيك بكون صارت الطبخه عندي جاهزه على المرحله اللي بعدها. هلا بنحطها على النار وبنسكر عليها. بنحطها على نار هاديه لمده نص ساعه لحتى يكمل الرز استواء. شوفوا لي على هالبرياني ما احلاه. يا عين بسم الله ما شاء الله. نمسك الدجاجه هيك ولي ولي على الدجاج. الدجاج رافع راي البيضه ومستسلم على الاخير. بسم الله. بنحطه هون على الرز. وهي الاكله اصولها يتاكل جنبها خيار لبن. ناخذ هيك شوي من هون ونعطيها هيك شوي. بسم الله. دي يا سلام، هذا هو البرياني الصح. خذ لقمه ثانيه هيك بهالشكل. هي عندي لهون تعي. بسم الله. يا عين. الله وكيلكم، اعتبروا قدامي مسبح وغاطس فيه على الاخير. بسم الله. تركوني قاعد كمل هاللقمه الطيبه، وانتم ما تنسوني من تعليق حلو ولايك وقطع الاشتراك. كبسوا سلام.